السلام عليكم. اليوم غادي نحكي لكم واحد الحاجه. بصراحه هادشي اللي غنقول لحد الان باقا الصدمه فيا، حيت جدي وخالتي ماتوا في نفس النهار. فوق ما كنتفكر داك النهار كنبقى نرجف غير بوحدي. هادي 7 سنين كنا مشينا انا وماما وخويا الصغير عند جدي وجداتي نجلسوا معاهم شي ايام. ما كناش عارفين ان في داك اليوم غادي يموت جدي وخالتي، بحكم خالتي كانت بلا زواج. في ديك الليله جدي فيق خالتي مع الزوج تاع الليل باش يديو البغال للبلاد اللي كانوا كيحرسوا فيها. مشاو وجدي كيعاود دازو حدا المقبره في داك الليل، حيت المقبره قريب على الدار وخالتي كانت ورا البغال. وشي شويه حست بشي حاجه من وراها تبعاها. دارت لقات الدجاجه كحله بولادها في هذاك الليل. قالت لجدي: وابا شوف الدجاجه بولادها تبعاني. شويه جدي هو يتلفت ويتغبر ديك الدجاجه ما بقى ليها اثار. قال لها: غير كتخيل بنيتي. ولات تاني بانت ليها وهي تقول لي: شوف راه هي تبعاني تاني، شوف ولادها. ويقول لها: شوف بنيتي راه ما كاين حتى شي حاجه، راكي غير كتخيلي بنتي. شويه هي تشوفها تاني طالعه فوق القبوره وغاده وليداتها تابعينها. شويه وهي تحضر راسها وهي دير راسها بان بحال ما شافت حتى شي حاجه وما بانت لها حتى شي حاجه، وما قداش تقولها لجدي لان تاني لا قالتها ليها غيسحبها غير تسطات شويه في عقلها. حيت ملي كتقولها لجدي مجرد ما كيدور ديك الدجاجه كتغبر لا هي ولا ولادها. من بعد ما كملوا الخدمه ديالهم ورجعوا للدار. غير رجعوا للدار خالتي بمجرد ما وصلت للدار طاحت بالسخانه. عرفتي السخانه كتقدي فيها، ما بقات كتهضر ما والو، ما عرفوش مالها. وهي تقول ليه: جده انت مالها جات بهذا الحال ياك ما كاين باس. ويقول لها: شوفي راه مني خرجنا وهي كتقول لي الدجاجه كحله تبعاني بولادها، الدجاجه كحله تبعاني بولادها. وانا فين ما كنت لفت ما كتبان لي حتى شي دجاجه، ما كنشوف حتى شي حاجه. كنقول لها: بنتي راه غير كتخيلي. شي شويه ثاني كتقول لي: وابا وانت شوف الدجاجه راه تبعاني ومعها وليداتها صغار. كنعاود تلفت ما كنشوف حتى شي حاجه كاينه وما عرفتش مالها، واش كتخايل ولا شنو بها الله اعلم. بقاو جدي وجده سهرانين مع خالتي كيديروا لها في دوك الكمادات ديال الماء بارد على جبهتها باش تهبط لها السخانه، والو ما هبطاتش ليها. بقاو مساكن سهرانين معاها تقريبا حتى قال الفجر. الله اكبر. وينوض جدي قال لها: غنوض تصلي الفجر. يوم ناض هز الصلاه ديال الوضوء وخرج على برا باش يتوضا قدام الباب. ويتبان لي واحد السيده دايره عمامه كحله وهازه واحد الوليد صغير وغاده طالعه. هذيك الطريق اللي كتأدي للجبل بصراحه قد ما ضربتي فيها في الاخر غادي تلقاها مسدوده. يعني شحال واحد كيضرب مسكين تما ما عارفاش اللي كيكونوا ما عارفينهاش كيضربوا غير تما بمجرد ما كيوصلوا كيلقاوها في راس الجبل محبوسه، ما كاينش ملي غادي دوز مازال كيحبس فيها الجبل. لهذا هو مسكين بغى ينبه باش ما تضربش تما تلقى راسو بخصوصيه مرة ما تلقاش البلاصه بانها ما كتخرجش تضربها توصل ليها وتلقى في الاخر كلشي مسدود. مجرد ما تلفتات حلات فمها، ديك الحله ديال فمها بحال ساطت فيه. مجرد ما ساطت لي على وجهه جدي تخلى مسكين ودخل كيجري وتيقول لنا: راه واحد المراه شنو كاين راه ساطت لي على وجهي. راه حتى ديك الصوته ما فهمناهاش شنو هي ولا شنو كيعاود لينا والو. خالتي عاد ما تزاد عليها الحال ولات كترد ولات كتهلوس كتقول: الدجاجه تبعاني، الدجاجه دايره، الدجاجه فاعله، الدجاجه تاركه. المهم داك الليله دوزناها كحله، وبخصوص جدي تا هو ميدخل علينا بحال هكاك ومخلوع وحالته ما نكذبش عليكم تصابينا بواحد الخوف وولينا خايفين حتى حنا من ديك المراه. خرجنا ماما وخرجت كطل تشوف اش من مراه كيهضر عليها، ما لقات حتى شي وحده. وتقول لي: وابا راه ما كاينه حتى شي مراه كتهضر عليها نتايا. قال لها: لا كاينه وانا شفتها وها كيديروا عينها خايبين ما تقديش تشوف فيها. المهم ما جا جدي مسكين يكمل ديك الهضره حتى طاح غيب. صافي جدي مسكين بالخلعه طاح عليه نصو وفمو عواج ويديه تشلات مابقاش كيحرك لا اليد لا الرجل، وحتى الهضره ولا ما كيقدش يهضر بحكم هذا وجهه كله عواج ليه. مشينا كندقوا عليه تقول لي: امي سيري دقوا على الفقيه ديال الدوار. مشينا دقينا عليه باش يجي يشوف جدي وخالتي حتى هي يقرا عليهم. المهم ملي جبناهم وقرا عليهم قلنا راه مشيرين هادو شافوا شي حاجه خايبه يا شي حاجه تاع الجن ولا هذا وراه ضربوهم. اشنو داروا؟ حنا نعاودوا لهم بانهم راه مشاو تيحرسوا في نص الليل ويقولنا وراه هادشي علاش وقع لهم هادشي.
صافي الفقيه هو يعطينا الماء ديال الرقيه وقال لنا ها نتوما تبقاو تعطيوه هذا الماء يشرب منه ويدهن به وجهه ويديه ورجليه، لا هو ولا خالتي، باش يخفف عليهم زعما الحال شويه. المهم جدي مسكين والو ما فاتوش الحال، وخالتي بقات كتقيا الليل كامل الغد الثاني هكاك. المهم دازت واحد يومين بصراحه جدي تزاد عليه الحال بزاف، صافي هو يموت مسكين. فخالتي ما دازتش عليها واحد المده تقريبا حتى هي مشات. زعما بصراحه كانت واحد الصدمه اللي صعيبه وعمرنا تخيلناها انها غادي توقع لينا، لا بخصوص جده ولا خالتي مسكينه الله يرحمهم ويوسع عليهم. بصراحة هاد القصة عمرني ننساها، وديما فين ما كنمشي لدار جدي كنتفكر هاد الشيء اللي وقع ليه ولخالتي. وعمرني قدرت نطلع لداك الجبل مازال لا فين كان كينعد جدي مسكين بيدي ويقولنا راه المراه وحنا ما عرفناش على من كيهضر، لان ماما خرجات وما لقات حتى شي مراه، وخالتي مسكينه زاد عليها مسكينه الحال بزاف وبدات كتعوض عرفتي بالليل وبالنهار كتقول الدجاجه كحله تبعاني الدجاجه كحله تبعاني. وحنا كنحاولوا نهدنوا منها ونقولوا لها راه ما كايناش شي دجاجه، راه غير انت هي اللي كيبان لك، راه ما كاين حتى شي حاجه، ما عندك بلاش تخافي وحنا معاك. والو مسكينه بالليل وبالنهار الدجاجه كحله الدجاجه كحله. بصراحه تزاد عليها الحال حتى هي مسكينه بزاف، وكل ما جدي الله يرحمه اللي عاود لينا شنو طرا ليها ما كناش غنعرفوا ولا نعرفوا كاع شنو طرا ليها ولا شنو وقع ليهم تمايا في داك الخلال اللي مشاو كيحرسوا فيه. بصراحه عمرنا نساو داك النهار، وبقات على داك الحال دازت على غير 3 ايام مسكينه، تزاد عليها الحال اكثر من هكاك وتوفات حتى هي تبعت جدي الله يرحمه. عاد درنا عزاء اخر ثاني من جديد بصراحه، وكانت واحد الحاله اللي لا جده ولا امي وخالاتي مساكن، لانه ما كانوش متوقعين ان غادي يموت جدي وتبعوا حتى خالتي حتى هي، ولا غادي يوقع لهم بزوج هادشي اللي وقع لهم. فكانت واحد الحاله ديال الحزن اللي خايب وخايب بزاف، والله يرحمهم ويوسع عليهم كاملين. بالليل لان كانوا كيخرجوا بالليل يحصدوا ولا يحرثوا ولا داكشي غير على قبل ديك الشمس اللي كتكون حاره. قالوا نخرجوا بالليل احسن من النهار ما كيقدر حتى شي واحد يخدم فيه، ولكن سبحان الله حتى واحد ما كيهرب من القدر ديالو. فاي واحد كانت مكتبه له شي حاجه راه غتوقع له واخا يكون فين ما بغى يكون. وانتهت القصه ديالنا، واستودعكم الله في قصه جديده ان شاء الله.